ازاي الاصلاح الاقتصادي يكون مرن، يكون هادئ، ما يسببش اي صدمات سواء لمجتمع الاعمال او للمواطنين؟ ما هو احنا بنيجي كل سنة وبنعيد نفس الكلام، تسألي نفس السؤال وبنجاوب نفس الإجابة. مفيش حاجه اتغيرت من ساعتها؟ يعني المسألة قلنا سهلة، وعدنا كلام قلنا المفروض إن الدولة ما تنافسش القطاع الخاص، المفروض إن الدولة تخرج من الاستثمارات اللي هي بتنافس فيها القطاع الخاص. اتكلمنا على ان الخصخصه مهمه جدا، ان احنا نبيع الشركات دي للقطاع الخاص، لان هو مش لاي سبب اخر، لان هو مصري ودي اصول مصريه ما بتروحش لحد يعني. وفي نفس الوقت حتى لو راحت لواحد اجنبي ما بياخدهاش ويهرب بيها، انما هو بيحط المانجمنت، بيزود الكفاءه، بيزود راس المال وبيستثمر اكتر، وبتبقى اداره كويسه. وبعدين بنقدر نحافظ على المال العام، لان قلنا كتير برضو ان المال العام بينهب وفي فساد فيه وفي ناس بتاخد رشاوي وكلام من القطاع الخاص ما بيبقاش عنده الكلام ده، لان صاحب المال قاعد على حاجته يعني. فدي اول حاجه يعني. انما الباقي كل الحاجات الباقيه موجوده عندنا يعني. عندنا بورصه ممكن تنمو وتبقى كويسه جدا برضو لو بعدت عن التدخلات السياسيه والكلام ده، وبقت بالفعل والريجوليتور الرقيب بتاعنا يبقى بالفعل حر في قراراته، ما يبقاش فيه تدخلات موجوده. بس هي المفروض ده اللي يتعمل فيها يعني. التشجيع القطاع الخاص برضو اكتر، حل مشكله العمله اللي هي موجوده، ودي ما مش هتتحل غير بقلب جامد جدا، ومعرفه ان انت كل ما بتوفر الدولار كل ما الناس بتبعد عن السوق السوداء، وكل ما بتحط له سعر الحقيقي بتاعه كل ما انت مدخولاتك من الدولار بتزيد، وبالتالي الازمه بتنتهي. اللي بيحاول يحارب السوق دايما بيفشل يعني. اي نصيحه راسماليه دايما بتقول لك ايه؟ دونت فايت ذا ماركت، يعني جو ذا ماركت، مش تروح قصاد السوق. مهندس نجيب، أنا برحب تاني بحضرتك وبرحب بالسادة الحضور، وخليني نبص بص أوسع عن مصر في الدخلة دي. المنطقة، أسواق المنطقة يعني معظمها ملتهبة وفيها أحداث سياسية شديدة السخونة، وزي ما اللي حاصل في غزة حوالينا وليبيا ودول كتير. احنا شفنا كمان سوريا اليومين الأخرانيين دول حصل تصاعد كبير في الأحداث، وشفنا تعليقات حضرتك على استثماراتك هناك. احنا عايزين نعرف انت شايف ازاي الاحداث دي بتأثر على فرص الاستثمار في المنطقة، وايه خططك في الاسواق دي، وشايف هل ممكن الاحداث دي تبقى سبب في خلق فرص كبيرة حتى لو في اسواق من اللي فيها اضطرابات ولا لا؟ هو طبعا احنا يعني انا كان ليا تجربه استثمار في سوريا وعرب سوريا كويس قوي. المشكل الرئيسي بتاع المنطقه كلها ان احنا بنترمي مردان بين خيارين: يا تيارات متطرفه دينيه، يا حكومات ديكتاتوريه او ديكتاتور يعني. واخد بالك يعني بشار الاسد ورث الديكتاتوريه من والده يعني. احنا الحمد لله ما لحقناش نحصل للحته دي. فاللي حصل، وانا شفت البلد دمشق دي، كنت تسافري 5 سنين وترجعي تلاقي التراب اللي على الترابيزه عند الراجل الوزير اللي هو ليه ولا اي حاجه، هو ما بتتغيرش، ما فيش اي تقدم، ما فيش يعني. اللي جه مصر من 20 سنه مش ده اللي جه دلوقتي، واخد بالك يعني. فما فيش هناك، ما كانش في اي تنميه واي حاجه، قاعدين ماسكين في كل حاجه. كل اللي عايز يستثمر لازم يعدي عن طريق العائله اللي هي عائله الاسد، والبلد متخلفه تخلف تكنولوجي و وسيستمز متباليه. اللوكاندا الوحيده اللي موجوده هناك هي شيراتون، دي بقى لها 40 سنه ومفيش غيرها. ويعني كان البلد كان وضعها سيء جدا جدا، وطبعا اللي بيعترض بياخدوه يحطوه في السجون يعني. هتطلع كل الحاجات دي دلوقتي، هتطلع والمآسي كلها اللي الناس دي مرت فيها. فمشكله المنطقه كلها عندها الخيارين دول بس، مفيش خيار مدني ديمقراطي ان تيجي حكومه حره من غير ديكتاتوريه وكده. فبالتالي انا مش متفائل. وانت شايفه الوضع اللي في ليبيا ما اتحلش لحد دلوقتي، منقسمه. السودان منقسم. العراق برضو فيه لسه شويه مشاكل يعني، بس بسيطه ابسط يعني. العراق يمكن طلع لقدام شويه من العنف والتطاحن اللي كان موجود، ابتدت تهدى الامور وبقت مبشره اكتر. سوريا الموقف ما زال مبهم.
رغم ان الراجل اللي هو بيمثل التيار الاسلامي اللي جه، وهو رغم ان من اصله يعني ارهابي، لانه لو صدقنا كلامه اللي قاله هنقول عليه والله ده شكله راجل كويس يعني، بس احنا ياما قلنا كده وطلع في الاخر طلع مش كده يعني. طيب حضرتك شايف انه هل بعض الاسواق اللي حصل فيها تصاعد كبير في الاحداث ده ممكن يعلي اسهم اسواق تانية زي ايه؟ لا طبعا، لان المشكله في سوريا كانت موجوده وكنا احنا موجودين برضه، ما اتحلتش، وما تقدرش تقول انها اتحلت النهارده لحد ما تشوف الاستقرار. فلا، المستثمر مش هيروح غير البلاد اللي هي مستقره يعني. فهو انا بعتبر مثلا العراق مستقره دلوقتي فرحت العراق، لكن لو كانت هي لسه في حروب وكده زي السودان، انا كان عندي استثمارات في السودان كلها واقفه دلوقتي رغم معزه السودان على قلبي يعني اللي جوه. لكن بصراحه انا ما بسافر حتى دلوقتي البلاد اللي بره كده، احنا في مصر هنا لا، حالنا احسن بكتير قوي من بلاد كتير قوي، مش بس اللي حوالينا هنا يعني. انا لسه راجع من البرازيل، يعني شايف ان احنا في مصر لا يعني مش اوحش من البرازيل يعني. طب حضرتك اتكلمت عن خطوط عريضة بأولويات اللي المفروض نتحرك عليها الفترة الجاية على مستوى الاقتصاد المصري، وازاي نستغل الفرصة يعني هي فرصة الأوضاع ملتهبة، بس ده مخلي مصر في وضع تنافسي ممكن يكون مفيد. لو حضرتك متخذ القرار، ايه أهم 3 قرارات شايفهم ذو أولوية في المرحلة دي ان هم يعملوا فرق؟ هو اول قرار قلته ان كل الجهات الحكوميه تخرج من الاستثمارات اللي هي بتنافس فيها القطاع الخاص. ده قرار مهم جدا، ولازم يبقى واضح وصريح وحاد. حد يعني يزعل اللي يزعل ويتضايق اللي يتضايق، بس ننفذه، لان والا ما فيش مستثمر هيجي وحاسس انه هيخش في معركه مش متكافئه. ده القرار الاول. القرار الثاني الغاء القطاع العام ده عن بكره ابيه، خصخصته كله وطرحه للشركات الاجنبيه كلها، ونجيب نجيب شركات اللي هي نجيب شركات البيج 8 الاكونتنج فيرمز الكبار، ونجيب مكاتب المحامين الكبار جدا يمسكوا كل شركات القطاع العام دي ويوضبوا لها الورق بتاعها اللي هو مش متوضب واللي هو بايظ ده، ويوضبوه ويطرحوها تباعا. نبقى كل يوم بنصحى الصبح نلاقي الشركات 3 4 بيطرحوا كده، ويجي المستثمرين الاجانب يجيبوا الدولارات بتاعتهم عشان يشتروا الاسس دي، والدولار ينزل ويبقى فيه يعني نهم على انهم يجوا مصر. القرار الثالث ان، وطبعا انا عارف المشاكل عند رئيس البنك المركزي، وعارف ان القرار ده مش سهل بالنسبه له، لكن لما الفايده اللي في امريكا بتاعت الفيدرال ريزيرفز ينزل الفايده نص المية وبعدين نص المية الثانيه 1%، ما ينفعش احنا هنا نقعد قاعدين على 30% دي، لان ال 30% دي بتعمل ايه بقى للقطاع الخاص؟ بتاكل كل الفاليو اللي بيعملها. يعني كل ما احنا نكبر نقول بعنا مثلا ب 40 مليار بدل 30 مليار، يطلعوا زي السنه اللي فاتت لو حسبتيها بالدولار. الفايده اللي بتختار دي بيها النهارده 30%. طب انهي مشروع ده اللي واحد بيفكر فيه اللي هيكسب اكتر من 30%؟ فانت اللي بتعمليه مشكلتين. الناس تقول لك انا اوجع دماغي ليه؟ انا بدل ما استثمر وافتح بيوت ناس وافتح فرص عمل واعمل، انا احط الفلوس في البنك واخد شهاده و30% ونايم ومرتاح. انا بقى كراجل مستثمر لما اجي اعمل مشروع واستلف بال 30% دي، باجي اخر السنه الاقي نفسي خسران مش كاسب. فهي بتقضي على اي استثمار داخلي معنون بالجنيه المصري. مين بقى اللي ممكن اللي بيستفيد؟ كل اللي بيصدروا. عشان كده نصيحتي لاي حد عايز يعمل استثمار، يا ريت يبقى هو بيفكر ان هو يعمل استثمار الريفينيو بتاعه بالدولار عشان يحمي نفسه من التداعيات الانفليشن والفائده العاليه دي. طب الجزء بتاع الفايدة العالية مرتبط دايما باستهداف التضخم، واحنا في أزمة تضخم مرتفع بقالنا فترة ولغاية دلوقتي بنعاني منه. الحل بتاع المعضلة دي من وجهة نظرك؟ ما التضخم احنا اللي عاملينه. ده تضخم صناعي. يعني انت لو حليتي المشاكل كلها بحيث ان الدولار اصبح متوفر، لان كل صناعه وكل تصدير فيه برضه مكون دولاري. حتى شركات الديفلوبمنت اللي احنا فيها دي، ما عندنا تكييفات وعندنا حديد وعندنا اسماء وكل ده بالدولار. فبيجي اخر المشوار الاقي نفسي خسران، وانا فاكر ان انا عامل نسبه ربح معقوله. ما مش معقول انا كمان هاجي اسعر حاجه احط عليها 50% ربح عشان اكسب. فهو كل ده مرتبط ببعضه، دي عجله
لازم تتحل مع بعضيها وهتتحل، والتضخم هينزل. واحنا اشمعنى احنا عندنا التضخم ب 30% ولا وبره 1 و2%؟ واخد بالك يعني. يعني اللي لازم تدرس، يعني تدرس التجربه التركيه. لان هم حاولوا برضو يعملوا كده والاول غلط، هو الرئيس هناك قاعد عند فخلى الفايده واطيه بالامر كده. لما ساب الدنيا تطلع وكده وكده وكده، رجعت العجله دارت، والنهارده التضخم في تركيا بينزل. هو لما عند، واخد بالك. فانا اللي مش بقول ان تعليق الفايده دي كانت غلط في وقت ما، بس لازم اللي بالنسبه لو عايزين نشجع بقى الاستثمار نبتدي نشوف ازاي ممكن ننزلها وكده. فهمت حضرتك. مهندس نجيب، حضرتك مستثمر كبير في أسواق المال وليك باع طويل في هيكلة الشركات وطرحها، توصياتك إيه للحكومة في برنامج الطروحات، خصوصا بعد ما هي استأنفته بطرح المصرف المتحد بعد توقف دام لفترة طويلة، وشفنا تغير تاني إن شفنا طرح في السوق والبنك، وطبعا كان في مطالبات كتيرة بان نبتدي ننشط الموضوع، وخصوصا لو كيانات لم تطرح من قبل، مش مجرد حصص اضافيه، ولا هو شكل الاتفاقات اللي تم تنفيذها الفترات اللي فاتت عن طريق الاتفاقات المسبقه مع بعض الصناديق السياديه وبيع حصص اضافيه. توصياتك ايه؟ اول تصفياتي يعني ان احنا محتاجين 2 3 من راس الحكمه دول، يعني يعني محتاجين 2، يعني قطر تيجي تاخد لها حته برضه والسعوديه تاخد جزء، بحيث لان اللي حصل الكونسبت ده كونسبت كويس جدا. انت بتستبدلي دين بالدولار عليكي في البنك المركزي، وديعه ممكن تتسحب، هي بتعتبر دين عليكي، فبتستبدليها باصل جوه مصر. يعني الراجل اللي جاي من الامارات ده مش هياخد الساحل الشمالي ويروح بيه، بالعكس ده هيخلي الناس بتاعته كلها تيجي هنا في الحته دي، وهيصرفوا بالدولار وهم داخلين عشان يصرفوا، بيزود كل الايرادات الدولاريه بتاعتنا. الحركه دي نزلت الدين العام بتاعنا اجريسيفلي، واستعملنا اللي زاد منها مش من اللي كان في الودايع، ان دفعنا كل الديون اللي علينا السنه اللي فاتت. فلو عندنا 2 3 من الديلز اللي بالشكل ده، الدين العام ممكن ينزل من ال 150 مليار دلوقتي ولا 30 مليار اللي علينا السنه الجايه دول، مش عارف هجيبوهم منين يعني. طيب بقى غير يعملوا صفقتين كده. بعدين بقى الخط الثاني بقى، هنا ما فيش حد في مصر مستعجل، لازم نستعجل في الطروحات دي. يعني ما نقعدش نمسك على السعر، والله احنا بنعمل بتاعنا حاجه جالنا سعرين 3 هم دي، هو ده السعر، مش السعر اللي في دماغي. يعني انا دايما اقول احنا بنقعد زي اللي بيبقى عنده بنت مثلا عندها 25 سنه وحلو عايز يجوزها، ويقعد يرفض لحد ما البنت تبوظ. فيعني يا ريت يبقى في احساس ان احنا مستعجلين، عشان الطروحات دي كلها هتحل ازمات كتيره جدا، هتحسن الاداء، هتفتح فرص عمل اكتر، وهتدخل مدخولات دولاريه احنا في اشد الحاجه. طيب غير التقييمات يا باشمهندس، حضرتك ايه شايف توصيات؟ هل شايف انه في قطاعات ممكن نسبق فيها؟ احنا شفنا الحكومه استجابت للمطالب وابتدت تطرح بنك، وكانت في مطالب كبيره بكده. ايه القطاعات التانية اللي حضرتك شايف انها ممكن تعمل الرواج للبرنامج، وبالتالي ربما تحقق المعادله اللي تخلي باقي الطروحات التقييم فيها يجي مناسب للي الحكومه مستنياه؟ ما هو مش مناسب ايه؟ يعني انت عندك شركه زي مصر للطيران مثلا، المناسب ان احنا ما ندفعش 20 مليار و30 مليار خسائر كل سنه، ده المناسب. ان شاء الله يجي واحد ياخدها بدولار بالخسائر بتاعتها. انت مش قادره تكسبي، انت بتيجي مصر الطيران يا حلاوه فرحانين، وبعدين اخر السنه خسرانه 20 مليار ولا 30 مليار، ما يبقى انت مش عارفه تديريها كويس. ما تطرحيها حتى اعملي، خدي موافقه من سوق المال، يعني يعني استثناء، يعني انها تطرحي شركه خسرانه، واخده بالك، وتطرحيها، ويجي اداره بقى قطاع خاص تاخد تطرحيها للشركات الناجحه. طب الحكومه اتكلمت عن طرح اداره المطارات، حضرتك شايف ده ممكن خطوه يبقى كويسه جدا، خطوه كويسه جدا يعني، واخده بالك. ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، بس السرعه دي تيجي ان انت تتعيني المكاتب المؤهله دي وتديهم ديدلاين 3 اشهر تكونوا مخلصين ورق الشركات 1 2 3 4 5 من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الحسابيه، يعني الاكونتنج، وجاهزين، عشان انا عايز اطرح القصه دي كلها في السنتين 3 اللي جايين دول كلها. دي هتعمل
ايمج مش موجود حاليا. يعني انت بتتكلم عن البنك المتحد ده، احنا قعدنا 4 سنين ولا 5 سنين نتكلم هيبيعوا البنك المتحد ده، ومره يجي يقول لك لا اصل السعر ما كانش كويس. اصل كلمه السعر ما كانش كويس اسهل حاجه. واخد بالك؟ انا عمري ما جيت بعت حاجه وقلت لا السعر مش كويس، وهو ده السعر اللي جه. يبقى يعني مش كويس، انت احلم بقى بسعر تاني. طيب أنا عايزة أستغل سيرة المصرف المتحد وأتكلم مع حضرتك عن القطاع المصرفي. حضرتك كنت مهتم فترات طويلة جدا بالاستثمار في القطاع المصرفي في السوق المحلي، وكان ليك استثمارات في القطاع المالي. حاليا محفظة مهندس نجيب ما فيهاش القطاع المالي، ولسه ما شفناش خطوات في القطاع المصرفي. ممكن تحكي لنا بقى ايه وجهة نظرك في القطاع المصرفي حاليا كمستثمر، وفي نفس الوقت القطاع المالي على اجندتك ولا لا؟ اتصوري مثلا ان شركه بيبل ولا اي شركه بتاعت مدفوعات قالوا لها ان انت عشان تبقي كده لازم تجيبي بنك معاك وانت جاي. فالقانون لما طلع لبنك جديد قال لك لازم يبقى معاك يعني بنك تاني بنسبه معينه. طب ما هو انا كده ما عملتش حاجه. طب ما البنك ده موجود، وايه مصلحته انه يعمل بنك جديد؟ ما هو شغال. فبتيجي انت ما عملتيش الهدف من كده. الهدف ان انت تنشئي كيانات جديده، يعني واخد بالك؟ فهم دايما يقول لك لا احنا مش عايزين بنوك بتاع مملوكه الاشخاص وكده، وبعدين تلاقي بنك البركه مفتوح وكان مملوك للشيخ صالح كامل. البنك المشرق موجود ومملوك العائله اللي في الامارات او في البحرين مش فاكر يعني. فهي المشكله ان احنا ما بصينا في القانون في الاخر لقينا برضه نفس الحكايه دي وكده، ودي معوقه ان احنا يعني هل حضرتك معترض على فكرة الاشتراط وجود بنك من الأساس، ولا فكرة النسبة مثلا؟ ما هو في مؤسسات كتير لا المبدا نفسه انه بيشترط ان يكون معاكي بنك يعني. يبقى ما عملناش حاجه يعني. ما حدش عايز يبتدي ومعاه بنك. طب ما هو البنك بينافسك، يخش معاك كان هيفطس لك الشركه اللي انت فيها مش مهتم. طب القطاع المالي كده خرج بلا عودة، ولا ممكن تفكر الرجوع تاني؟ اسالي انسي بقى. ابني هو اللي ماسك الكلام ده دلوقتي. يبقى انا هنقل للقطاع العقاري. حضرتك في اول مؤتمر لحابي من 7 سنين انا فاكره ان انت كنت بتتكلم بثقه كبيره وبتقول احنا جبنا شركه وعملت دراسه وقالت ان احنا لسه بعاد جدا عن الفقاعه، وفضلت متمسك بوجهه النظر. لا ما قلتش بعيد عن الفقاعه، قلت بعاد جدا عن الاكتفاء الذاتي بالوحدات اللي بنبنيها. تمام. ده موضوعين مختلفين بس عشان تمام. يعني ان لسه ان هيبقى في طلب على المساكن وكده، لان احنا النمو السكاني عالي قوي والمعروض اقل من المطلوب. ده اللي قلته. تمام. مش الفقاعه. لا زال الطلب موجود. عشان تتعلمي حاجه بدل ما تتكلميني يعني عايز تروحي كده ما تستفديش حاجه. موضوعين مختلفين تمام. ده اللي انا قلته وقتها. ده موضوع مختلف، وده ثبت ليه؟ انت عندك النهارده 10 شركات بيبيعوا فوق ال 30 مليار في السنه، فثبت ان في طلب. واخد بالك؟ ده ملوش دخل بالفقاعه. طب رغم استمرار الطلب الكبير على العقارات واحنا بلد فيها ملايين كبيره من البشر، ولكن في الفتره الاخيره ابتدى الكلام يزيد عن يعني انه الفقاعه بدات تبان، مخاوف الناس زادت. نرجع للي قلته في اول الحديث. النهارده انت راجل مطور بتفرح قوي بتروح تمضي قرض ب5 مليار ولا 7 مليار عشان تبني قبل ما تسلم الناس. يعني الناس لان الدفعات انت النهارده في مصر بيبيعوا على 10 سنين، فما بتاخديش فلوسك بتخلصي الوحدات دي بتاعت 4 سنين، وفلوسك بتاخديها على 10 سنين، مع ان الدور ده المفروض تعمله البنوك اللي هو المورجج اللي هو التأجيل، يعني ان الموظف يدفع مقدم والباقي يتخصم منه على باقي السنه، مش المطور. المطور النهارده هو اللي بيدي التسهيلات دي. فاللي بيحصل ايه؟ ان هو بيروح يجيب بياخد القرض ده اللي هو ب 30% ويجي اخر السنه وفي نفس الوقت يبص يلاقي ان كل ال اسف ولا يهمك. يلاقي كل الربح بتاعه راح في ال 30% بتاعت الانترست ريت اللون اللي هو مستلفه، وفي زيادات الاسعار على المكونات اللي هي مستورده، اللي هي التكييفات والكابلات والحديد والاسمنت وكل الكلام ده كله. فبالتالي بيطلع في اخر السنه لا يعني لما يجي يسلم وحدات يلاقي نفسه يا اما خسران يا اما بريك ايفن يعني. خدت بالي، انا كنت مشغوله في تليفونك. طيب انا عايزه اعرف بوصلتك في توسعاتك في القطاع العقاري متجهه لايه؟ للسوق المحلي ولا الاسواق الخارجيه، وايه هي؟ احنا كده يعني توجهنا للاسواق الخارجيه برضو عشان عندهم ميزه مش موجوده عندنا. ايه هي؟ ان هو البيع كله بالدولار،
وبالتالي والدولار الانترست ريت اللي عليه 3 4%، وبالتالي انت بتشتغلي في وضع مستقر. انما انت هنا في مصر بتشتغلي في وضع بتستلفي ب 30% وبتاخدي زياده اسعار 30 ما كانش 40% في المكونات بتاعتك. فانت لو جيتي قلت للشخص اللي قدامك ده ان احنا بنسمع ارقام النهارده على الوحدات تهلك من الضحك، هي اساسا مضحكه. فيلا على في الساحل مش عارف 500 مليون و400 مليون و300. فطبعا ده مش وضع ممكن يبقى وضع مستمر يعني. طب بالنسبة لأورا، هل في خطة لطرحها في البورصة المصرية أو في أي سوق تاني؟ فاحنا بنفضل ان نطرح الشركه الام، واخده بالك، اللي هي بتشتغل في العالم كله، مش نطرح بلد 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 يعني. فده اللي ناويين نعمله، وهيبقى بس لسه، لان القوانين كلها بتشترط ان تكوني كسبانه سنتين، واحنا ولا كسبانين اول سنه ولا تاني سنه. ده معناه إنك عايز تطرحها في مصر؟ لا احنا هنشوف ساعتها الظروف ايه يعني، على حسب الوزن بتاع يعني. الحمد لله مصر النهارده تعتبر اكبر جزء في الموضوع، لكن ما نعرفش بقى في الامارات هيحصل ايه والعراق هيحصل ايه. ممكن ده نشوفه إمتى يا باشمهندس؟ يعني ان شاء الله لو ربنا ادانا عمر كمان 3 سنين يعني. إن شاء الله. طيب القطاع السياحي، الرهان طول الوقت على القطاع السياحي ان هو اسهل قطاع يولد نقد اجنبي سريع ويعمل توظيف ويعمل رواج في قطاعات تانية كتير. حضرتك على مدار المؤتمرات اللي فاتت كنت بتشتكي من بعض نقط الضعف في التعامل مع الملف السياحي، سواء بقى في التعامل مع السياح، سواء على التنظيم بقى والارض وتوافر بنية تحتية ملائمة لاستقبال السياحة. بقالنا كتير الحكومة بتتكلم عن اهتمام بدرجة خاصة في مبادرات، في فرص في القطاع الفندقي، في فرص طروحات مختلفة. شايف الدنيا اتغيرت قد ايه في المرحلة دي، وشايف ايه اللي المفروض يحصل عشان نشوف انتعاشة حقيقية وسريعة في القطاع السياحي؟ هو طبعا لو على الوضع الحالي ما فيش حاجه اتغيرت. انت بتنزلي المطار القاهره هو نفس اللخبطه والفوضى اللي موجوده، و3000 موظف ما لهمش لازمه، و50 واحد يجي يفتشك مليون مره، وواحد يجي يسالك انت بتعمل انت هنا؟ الست وانت مسافر حتى الظابط يقول لك انت مسافر ليه؟ انت مالك انت؟ انا مسافر ليه؟ مش فاهم. واخد بالك يعني حاجات غريبه جدا يعني. واحد رايح دبي يقول له انت مسافر ليه؟ فالمنطق الامني ده من طول ما مسيطر علينا بالنسبه للسياحه مش هروح حته. يعني مش عايز اشتكي بس عشان الناس بتزعل لما اشتكي، لكن يعني مثلا منطقه الهرم دي احنا لو طلعوا كل الممثلين للجهات الحكوميه كلها منها هتمشي زي الفل بما فيهم الامن. ما هو الايفل تاور وسط باريس، شفت واقفين قصاده عساكر ولا ظباط ولا بيفتشوا الناس وهو راح يبص على برج ايفل؟ فده موجود بس عندنا هنا، وكل المشكلات بتحصل من كده، وطبعا بتؤدي الى فساد يعني. واخد بالك يعني. فبتوع الجمال والحصانه دول ايه قوتهم في الهرم؟ لازم في جزء منظومه فساد برضه. واخد بالك. فالخلاص من كل الكلام ده المطار نفسه ان شاء الله لو اتخصص، بشرط ان يفهموا ان اللي هيجي المطار ده ما ينفعش تقول له دي لا او دي اه. يعني انت من قبل ما تجيبه هيقول لك انا مش عايز كل الناس دي، انا مش عايز التشيك بوينت دي، انا عايز الوصول يبقى كذا والخروج يبقى كذا، وكل حاجه تبقى سهله وتمشي. على فكره لو حتى خصصوه لشركات خاصه مصريه هيمشي احسن، حتى مش لازم اجنبيه يعني. الفكره ان احنا اقدر على الاداره، احنا اسرع، احنا عند الستاف بتاعنا متعلم احسن. يعني اقول ايه بس. طيب حضرتك مستثمر في القطاع السياحي، ايه خططك على مستوى الاستثمار الفندقي خلال الفترة الجاية؟ وفي نفس الوقت المنطقة المحيطة بالأهرامات ابتدى يبقى في حديث عن طرحها، حضرتك مهتم تنافس ولا مكتفي بالحاجات اللي حضرتك واخدها في المنطقة دي؟ لا طبعا هنضم وهنافس ودي، وده اقتراح كويس جدا ان يتجاب مكتب عالمي يبتدي يوضب المنطقة كلها، عشان بس هو في الاخر المكتب العالمي دي هيعمل ايه مع الجمال والحصينة؟ يعني انا ممكن اكلمهم انا بقول لهم النبي تعالوا كده بس وقفوا هناك، ما تجوش كده، ما تضايقوش الناس. طب هو يعني قصدي في حاجات هتفضل، ما هي نفس المشكله دي هتتحل انك تعملي، لان في ربط. فانا الكونتريبيوشن بتاعنا متواجد في المشروع بتاعي. ممكن اوسع اختصاصي، ممكن. المنطقه محتاجه لوكندات فنادق،
فانا عندي خطه ان انا ابني فندق او 2 في المنطقه المحيطه دي، علشان لازم يبقى في فنادق قريبه من الاهرامات وقريبه من مطار سفنكس. في سياح ما بيبقاش عنده وقت، هو اساسا جاي مثلا لشرم الشيخ والغردقه، فما عندوش غير 48 ساعه. اوكي، هيجي ينزل في مطار سفنكس ده، يروح يشوف المتحف العظيم اللي اتبنى ده، ويطلع الاهرامات وابو الهول، ويبقى خد الدوز اللي هو فين بقى اللوكندات اللي حوالين المنطقه دي؟ قليله قوي، وبقى لها 20 سنه مبنيه كلها باليه، يعني ماليش تنزلي فيها حد خلاص يعني. طب ممكن تقول لنا الاستثمارات اللي رصيدها للفنادق ديت، وهل هي لسه خطة ولا بقت قيد التنفيذ خلاص؟ لا لا متفقين مع مشغل او كده؟ لا لسه قليل قوي انك تتكلم عنها، بس على الاقل يعني لو فندق او 2 هيخشوا في 150 مليون دولار يعني. طب آخر سؤال في الجزئية دي، أوراسكوم للاستثمار أعلنت من قريب عن صفقة استحواذ في قطاع المطاعم والترفيه. أنا عارفة إن هو الصفقة دي لسه تحت تقييم، فبالتالي مش هتكلم على حجم الصفقة، بس عايزة أفهم من حضرتك يعني تفاصيل أكتر عن الصفقة دي، لأنها يعني إحنا مش عارفين الشركة، مش عارفين خطتك في المجال ده عاملة إزاي. لا احنا من ضمن القطاعات الرئيسيه لاوراسكوم للاستثمار انها هتخش في القطاع السياحي والترفيهي، فهي خدت المنطقه بتاعت الاهرام، خدت العقد بتاع الصوت والضوء، فكل نص الناس اللي مأجره منهم المطاعم في منطقه الهرم تبع الشركه دي، فهم نظرتهم ان انا احسن يكون عندي شركه مطاعم وكده، عشان ايه اقدر يعني بدل ما الايراد ده بيجي من غريب، ببقى بدفع لنفسي نمره واحد. عايزين يتوسعوا خارج مصر برضو في المطاعم وكده، لان المطاعم دي فيها منها مطاعم اصبحت على كواليتي عالميه، فممكن يطلعوا بره مصر كلهم. كله بيجي يطلب منهم، على فكره المطاعم النهارده بيدفعوا لها عشان تروح، يعني مش هي اللي بتستثمر بس وكده. فهم قرروا ان ده النشاط، هم اللي انا كان مملوكه ليا شخصيا المطاعم دي، هم اللي جم قالوا لي ممكن وبتاع وكده، فانا هخسر النص يعني اساس ان هتطرح، بس شفت ان النشاط ده مكمل ليهم، فقلت لهم خلاص، بس انا مش هصوت يعني طبعا على والتوسعات ديت هتبقى في نفس التوسعات اللي حضرتك فيها على مستوى العقاري، في نفس الاسواق ولا اسواق مختلفه؟ لا لا، في كل الاسواق يعني. هم ممكن ما يبقى عندهم خطه يفتحوا في الامارات، يفتحوا في السعوديه، واخد بالك، لان هو عملوا مطاعم النهارده على مستوى يعني. حتى الفندق بتاعنا اللي عملناه في الهرم ده خوفو، ده كان على فكره عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنينا منشأ جديد، ده كان مخزن هيئه الاثار مبني خرسانات كده. احنا كل اللي عملناه ان عريناه ووضبناه وتحول لاحسن فندق على مستوى العالم، يعني احسن احسن مطعم، يعني احسن 10 مطاعم على مستوى العالم. خوفو خد نمره 8 ولا 7 فيهم ونزل فيهم، واخد كل الجوائز، اللي هي بعمل دعايه للمطعم دلوقتي يعني عشان ما راحش يروح. فطبعا بدل ما كان مخزن، واخد بالك، وبعدين السائح لما بيجي في الحر ده وكده، يبقى اتفتحت قهاوي واتفتحت مطاعم تانية في المنطقه اللي هي كلها على منشآت كانت قائمه يعني. تمام جدا. مهندس نجيب، عايزين ننقل للقطاع الصناعة. عايزين نعرف حضرتك شايف وضع الصناعة دلوقتي ايه التحديات اللي ممكن تكون بتواجهها، وايه الفرص اللي شايفها فيها قبل ما ندخل لحاجات بعينها؟ شوفي انت، الناس جايز تقول لك ده نجيب بيتملق وكده، الحمد لله معروف عني انا ما بتملقش خالص، بس لازم اقول كلمه حق. انت جبتي راجل از دور بالانجليزي، يعني ما بياخدش كلام من اي حد اي كلام، ما بيمسكش ملف الا ما يجيب داغه لاخره، ما بيسيبش حد من صغار البيروقراطيين والموظفين يضحك عليه ويقول له كلمتين وخلاص ويقفل الموضوع، بيفضل ورا الموضوع لما يخلص. وهو لو قال انا هفتح ال1000 مصنع المقفولين دول لاسباب كده هيفتحهم، لان هو بيخش بيشتغل باسلوب هندسي، لان هو مهندس، ما فيش فيه بيروقراطيه، واثق من اللي بيعمله، عارف نفسه هو، فمش هيستنى كلام من حد. فانا متوقع ان الصناعه في عهد سياده الوزير كامل وزير يعني هتشوف تطور ما شفتوش قبل كده. ما بيسكتش لاي واحد بيوقف حاجه، او لاي واحد او جمارك عامله نسبه اعلى او كده، هو لانه مخه مظبوط. يعني انت عملت جمرك 50% وبره ما فيش جمرك نفس السلعه، طب انا هنافس ازاي في التصدير؟ فكل حاجه بالعقل، بنلاقيها بالعقل. المهم ان الطرف الثاني لو لقى ان الطرف الثاني من القطاع الخاص معاه جاد، هو ما عندوش حدود للتعاون معاه يعني. ايه المجالات اللي حضرتك شايف فيها فرص جوه القطاع الصناعي بوجه عام؟ اكبر مجال ولسه فيه فرص كبيره جدا اللي هو ما يسمى بالاندستريال اجريكلتشر، اللي هي الاندستريز المرتبطه بالزراعه.
زي تجفيف المنتجات الزراعيه، زي المربات، زي تصنيع، زي السكر، صناعه السكر، زي كل حاجه مرتبطه بالزراعه بس محتاجه صناعه. واخد بالك ازاي؟ يعني هم لما حسنوا ال ال المستوى الصادرات الزراعيه بتاعتنا، واتبعوا الاساليب العلميه كلها، واتبعوا الاساليب كلها في التغليف. كان زمان النسبه اللي بتضيع من الصادرات الزراعيه، قصدي من الانتاج الزراعي كله، كان في نسبه تلف بتضيع نتيجه النقل والتغليف 25% من اجمالي الحاصلات الزراعيه بتاعتنا. فلما ابتدوا يحسنوا الحاجات دي كلها، النسبه نزلت ل 5 و10% يعني. طيب بالنسبة لاستراتيجية توطين صناعة السيارات، حضرتك شايفها ازاي وايه خططك في المجال ده، خصوصا انك ليك كلام يعني كتير أنا عن السيارات يعني الكهربائية والموتوسيكلات؟ يعني دول كتيره جدا، مش في دول متقدمه كبيره جدا ما عندهاش صناعه سيارات. صناعه السيارات دي فانكشن لتعداد السكان. التعداد بتاعنا يستحمل صناعه سيارات ضخمه ولا لا؟ ده موضوع ممكن يعني لازم يدرس، مش شرط. السيارات الكهربائيه بتخلق فرصه جديده للصناعه دي، لان المكونات سهله جدا وما بقتش تعطل، والمواضيع داخله فيه سوفت وير معين وكده وبتاع، فممكن نعمل صناعه سياره كهربائيه جديده وكده، لكن مش لازم يكون عندنا صناعه سيارات يعني. وبعدين صناعه سيارات واحنا قافلين الاستيراد بتاع السيارات، ما هو في النهايه يعني انت هتعملي عربيه واحده بس وتقول للناس هي دي اللي هتركبوها؟ طيب حضرتك برضو ومجتمع الأعمال كله متفائلين جدا بمعالي الوزير كامل الوزير. حضرتك ايه ممكن تطالبوا بيه او تديله توصية تقول له انه ده مجال صناعي محتاجين نعمل له استراتيجية لتوطينه بخلاف السيارات؟ يعني الحقيقه ما فكرتش في الحكايه دي يعني، وبعدين ما اعتقدش هو مستني مني نصايح يعني. هو راجل شايف شغله وعارف شغله كويس قوي يعني. يمكن هي النصيحه كنت له هو عملها، ان هو يشوف المصانع اللي قافله دي قافله ليه ويحل المشاكل دي. هو بيعمل كده دلوقتي. لكن انا شايف ان مصر فيها فرص كبيره جدا يعني، لو بعدنا عن التدخلات، وكل ما تقللي التدخل الحكومي وكل ما تسيبي الامور تمشي حره زي السوق كده، يبقى هو اللي بيحدد، كل ما الدنيا تمشي. مصر فيها فرص كبيره جدا. لازلت عند رأيك في توصيتك اللي فاتت للصناع انه لازم نركز اكتر على التصدير من فكرة الاكتفاء في السوق المحلي؟ طبعا، لان انت برضو العماله، رغم انت خدي بالك الميزه الوحيده في زياده سعر الدولار ده، ان انت بيبقى بترجعي اسعارك تبقى منافسه في التصدير. لان للاسف يعني العماله بتبقى رخيصه قوي يعني. لما تقولي الحد الادنى للاجور 5000 جنيه مثلا، هم 4000 بتاعي، 5000 جنيه النهارده يعني $100. تتصوري بقى $100 دول الناس عايشه بيهم ازاي كل شهر يعني. بس احنا منافسين يعني دلوقتي بينا في العماله بتاعتنا. اي حاجه فيها جزء عماله كبيره جدا، لا احنا منافسين فيها، فلازم نزود. ولما نزود الصادرات يبقى الدولار هيزيد، العائدات الدولاريه بتاعتنا. لما نزود السياحه العائدات الدولاريه بتاعتنا هتزيد. لما نزود الخصخصه العائدات الدولاريه بتاعتنا هتزيد. وبالتالي هننتهي من المشكل الاساسي ده بتاع هو نقص العمله الحره ده. مهندس نجيب، أنا كان سؤالي مرتبط بالاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية. حضرتك سبقتني ووصفت الوضع اللي مرتبط بالقطاع وأهميته، بس تجربة حضرتك كان بقالها سنين قعدت فيها مشاكل، ثم ابتدى يبقى فيها رواج على مستوى نشاط السكر. بس برضه لسه فيها مشكله. تدخلات سياسيه يعني، مجلس الشعب يتدخل عشان يعلي سعر شراء البنجر من الفلاحين. طب يعني انت مالك انت؟ هو انا راجل انت الفلاح ده انت مالك؟ هو اساسا ليه بيجي لك؟ ما هو مش عايز يزرع بنجر، عايز يزرع قمح يكسب منه اكتر، يزرع قمح. عايز يعمل طماطم، الطماطم بقت مجنونه زي ما بيقولوا، يزرع طماطم. انت ليه بتروح تقول له لا انا بتحدد سعر البنجر؟ يروح كل سنه عشان يجاملوا الفلاحين يروحوا معلين سعر البنجر. حاليا سعر البنجر الحالي يخلي انا لما استورد سكر خام من بره احسن، بدل ما اشتري من الفلاح البنجر. عادي يزود الفلاح. وبعدين في سعر السكر يجي يقول لك لا هتبيعه بالسعر كده عشان احنا مش عايزين السكر، دي سعر استراتيجيه والناس مش لاقيه تاكل. انا المصنع بقى عامله عشان الفلاح بتاع البنجر وعامله المستهلك الغلبان يعني. طب مصنع هيكسب امتى؟ فهي تدخلات كلها. سيب السوق. انا لو ما عرفتش اقنع الفلاح بالسعر اللي هديهوله انه يزرع بنجر، عنه ما زرع بنجر، انا في الاخر لازم اعلي سعري لان هو رافض يزرع البنجر.
بس ما تتدخلش تقول هي كده وتزود، ويجي لو قعدوا مجلس الشعب 3 يتلموا واحنا عايزين نزود البنجر، وعشان يعمل يجي يرجع ينتخبوه تاني في الدايره بتاعته يعني. طب بعيدا عن الجزئية بتاعت مشاكل صناعة السكر، لأن هي ليها تفاصيل كتير ويعني تاريخية، كل ما بنزق في حاجة ممكن حاجة تانية بتسمع. حضرتك في كلامك كنت يعني راصد أكتر من فكرة، من فرصة فيما يتعلق بتصنيع المجففات، الفواكه المجففة، اللوجستيات المرتبطة بالمنظومة ديت. خطط حضرتك بشكل مباشر في القطاع ده عاملة ازاي؟ لا انا الحقيقه يعني خطتي بس ان انا اتوسع في اللي انا يعني عملته وبفهم فيه. يعني انا لو بفهم مثلا ان انا اعمل مربات كنت عملت مربى، يعني واخد بالك ازاي، لان المربى المصري بتاعتنا، مربى الفراوله المصري بتاعتنا احسن من اي مربى الاقيها بره مثلا. يعني ده مثل يعني على كواليتي حاجه معينه ممكن تبقى منافسه. ما اعرفش بقى في الاسعار احنا منافسين ولا لا، بس انا ما عنديش يعني رغبه ان انا ابتدي. انا داخل على او عديت حتى ال 70 سنه، فانا مش لسه راح عندي حاجات عايزه مناهده وعايزه صوت. فانا اللي عملته لحد دلوقتي بكمل فيه، اتوسع فيه اوكي، لكن مش عايز اقعد اوجع دماغي في أي صناعات تانية إحنا ما ذكرناهاش حضرتك شايف فيها فرصة لحضرتك، يعني لاستثماراتك المباشرة؟ صناعه الاساس الفurniture، لان وبرضه بقى في شركات في مصر النهارده احنا بنفرش كل المشاريع بتاعتنا في اورا دلوقتي من شركات مصريه، ديزاينز تهبل، اسعار غير طبيعيه في السعر مقارنه باللي بيجي من بره. بطلنا نجيب اي اساس من بره تماما، والجوده والذوق وكده طلع. فدي صناعه اولا واعده جدا، لان طبعا كل ما هنعمل فنادق جديده كل ما يبقى احسن نفرشها من مصر وكده. التصدير هيبقى منافس جدا، واخد بالك. مطلوب ان جيل جديد من الديزاينرز بتوع الفرنتشر دول، مطلوب ان احنا يبقى عندنا اساس حديث متصمم في مصر، مش بس متصنع في مصر، واخد بالك. يعني كرييتيف. هتستحوذ على حاجة ولا في لا تأسيس؟ لا لا، انا لو هعمل حاجه زي كده هعملها من سكراتش، يعني دي سهله مش صعبه يعني. لان تمام. انا عندي الطلب اوريدي موجود يعني. بس انا مش عايز اخش انافس شركات كتيره صغيره موجوده وشاطره، يعني ملهاش معنى ان انا اعملها يعني. طيب أنا عايزة أنقل لملف كل حضور مؤتمر حابي كل سنة وكل مجتمع الأعمال بيستنى كلامك عنه، الذهب. حضرتك توقعاتك لحركة الذهب الفترة الجاية شكلها إيه؟ ما هو شوفي المسألة سهلة جدا وهشرحها برضو ليه أنا توقعاتي دايما إيجابية. أولا إن التوتر اللي في العالم بيقل ولا بيزيد؟ بيزيد. بيزيد. فمن طول ما هو بيزيد بالمنظر ده ال 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 الغالبية بتلاقي إن الذهب ده ملاذ آمن. ولما اتكلمنا من سنتين وكان الذهب ب 1500 و 1800 وأنا قلت إنه هيوصل ل 3000 دولار ل 2500 دولار، عدى ال 2500 دولار ووصل ل 2700. ده على مر الاربع خمس سنين جاي. طيب السبب ليه بيطلع؟ انا عشان شغال مش في الذهب، انا مش بشتري ذهب وابيع ذهب، انا شغال في المناجم في المايننج. يعني انا بخش اخد رخصه اعمل استكشافات 3 4 سنين، ربنا وفقني لقيت ذهب اوكي، ما وفقنيش خسرت لي 20 30 مليون دولار. لقيت بضطر ابني بقى المصنع نفسه اللي هيصنع بقى، اللي هيعمل كراشرز واللي هيطلع في الاخر منتج نهائي اللي اسمه ذهب. العمليه دي مدتها قد ايه كلها؟ من 6 ل7 سنين. فاللي حاصل في العالم دلوقتي ان عدد المناجم الجديده اللي بتيجي للانتاج اقل من الطلب السنوي بمراحل. فاللي جاي المعروض بيقل عن المطلوب، فبالتالي السعر بيعلى. ضيف على كده ان في دولتين عظمى بيشتروا نص الذهب بتاع العالم كله، اللي هم الصين وروسيا، بيشتروا 50% من انتاج الذهب. ليه؟ عشان هم خايفين من الهيمنه بتاعت الدولار، مش عايزين يبقوا تابعين للدولار، لانهم عارفين انهم داخلين على مشاكل مع امريكا. ده الصين لما وقفت 6 اشهر تشتري الذهب نزل من الليفل العالي اللي كان فيه، نزل له 100 دولار، لان الصين وقفت بس 6 اشهر. رجعت من 3 4 ايام تشتري تاني، فالسعر ابتدى يعلى تاني. فعندك دولتين بيشتروا 50%، وفي حين العرض اللي بيجي بطيء جدا على ما تطلعي مناجم جديده. فعشان كده انا بقول ان ده استثمار امن يعني. طب أنا عايزة أعرف خطة حضرتك الجديدة على مستوى التنقيب سواء في مصر أو في لا دول احنا أخرى. احنا عملت شركه مخصوص للتنقيب. اصل مشكلته التنقيب ده ان عايز حد يبقى مش مستعجل، يعني عنده يعني عارف ان الموضوع ده هياخد له 3 4 سنين
على ما يشوف منه يعني اي عائد. في الاستكشاف موضوع فيه مخاطر كتيره جدا وبيعوز وقت طويل جدا. بس انا عندي يعني صبر، يعني مع ان انا مش صبور خالص يعني، بس في الموضوع ده يعني. فعملت شركه مخصوصه للاستكشافات. الشركه دي واخده في مصر هنا حوالي 5 كونسيشنز. التقارير الاوليه اللي طلعت مبشره جدا. يعني احنا كل زمان ما حدش يعرف غير سنتامين. تقولي دهب مصر سنتامين، دهب مصر سنتامين. دلوقتي انا شايف الاستكشافات الجديده دي ممكن يبقى عندنا اكتر من سنتامين، بس برضه في مشاكل. طب امتى حضرتك ممكن تفكر في التخارج من الذهب، سواء بشكل كلي او جزئي؟ لما اموت بقى، يبقى بعد الشر. العيال يقرروا لا، هم. بعد الشر. طيب البنية التحتية، في مشروعات كتير مرتبطة بالبنية التحتية مصر بتطرحها للقطاع الخاص، سواء بقى محطات كهرباء، تحلية مياه، طرق. حضرتك الملف دوت مهتم بيه؟ لا، الملف اصل ده تبع يمكن اخويا شركه اوراسكوم كونستراكشن. انا تخرجت منها تماما عشان ماليش دعوه بيها يعني. فهم بيعملوا المشاريع دي، مش تبعي يعني. لكن مش حضرتك يعني، شفنا القطاع العقاري كان موجود في العيلة بس دخل. لا، في اوراسكوم الاستثمار بتفكر انها تعمل محطات كهرباء في افريقيا وكده. عشان افريقيا سعر بيع الكهرباء للدول في افريقيا اعلى من اي مكان تاني، لان المخاطر اكتر. فاللي مش خايف من المخاطر دي هيعمل ربح اكتر من انه يبيع في مصر. مصر بقى اصبح عليها اقبال جامد جدا. ولما ابتدينا كان ب 20 سنت الكيلو وات، دلوقتي نزلوا ل 4 سنت واقل كمان. واخد بالك نتيجه التكالب على، انما في افريقيا لسه الارقام اعلى من كده. طب في مصر الطاقة المتجددة ممكن؟ ما برضه اوراسكوم داخله، هم عاملين محطتين رياح وعاملين محطه سولار وكده. انا بحاول ما اخشش في حاجه فيها حد من اخواتي يعني. تمام. انت سبقتني برضو ورحت لافريقيا، انا عايزه ننقل لافريقيا. ايه تاني ممكن تكون مستهدفه في اسواق افريقيا، ولو حبينا نرتبهم من حيث اعلى معدل عائد هنرتبها ازاي؟ افريقيا اصلح بلد لمصر للتصدير. يعني انا بسافر، سافرت تحت كل افريقيا، البلاد دي كلها لسه ما عندهمش، بيستوردوا الاساس من تركيا، بيستوردوا الاساس من اوروبا. صناعه الاساس المصري دي لو دخلت على افريقيا بس هتعمل مليارات، لان المنتج بتاعنا بقى كويس وسعره منافس جدا. ادي حاجه. صناعه الادويه، عندنا شركات ادويه مصريه ضخمه برضه خايفين يروحوا افريقيا لان ما فيش يعني مساعده انهم يروح. لكن السوق هناك غير طبيعي ومنافسه قليله جدا. واخد بالك برضه حتى التصدير الزراعي فافريقيا حتى الخدمات اللي اتكلمنا عليها على الطاقه وكده، عندهم ازمه طاقه وناس كتيره وعندهم مشكله في التمويل. فلو رغم ان في هيئات دوليه بتساعد في التمويل دلوقتي وكده، والامريكان ابتدوا يحسوا ان الصين هتسحب السجاده من تحت رجليهم، فابتدوا يخلوا البنوك العالميه دي، الورلد بانك والبنوك الثانيه، انها تسلف الدول الافريقيه. فبرضه ده مجال مفتوح جامد جدا. مجال المقاولات والخدمات، يعني انا بستعمل في شركات المناجم بتاعتنا اللي في افريقيا، بنستعمل شركات كلها شركات اجنبيه اللي بتعمل لكن الشغل سهل جدا. وفي شركات مصريه كبيره جدا انها ممكن تطلع وتعمله. هي بس عايزه قلب جامد يعني. طب ايه تاني قطاعات ممكن ننفذها في اسواق افريقيه بعيدا عن ان انا اصنع محليا واصدر لهناك؟ حكيت لحضرتك كل حاجه. هم هناك بيستورد، في بلاد بتستورد كل حاجه، ما عندهمش اي صناعات محليه. كل حاجه بننتجها هنا في مصر ممكن تصدر. اقول لك ايه، ادوات المائده، المفروشات، الهدوم نفسها، الملابس. احنا المفروض نبقى، بس احنا للاسف مش كومبetitive في الهدوم. يعني تصور احنا بننتج في التكستايل احنا اغلى من الصين واغلى من بنجلاديش واغلى من الهند، لان احنا بنحط هنا على مستلزمات الانتاج بنحط حاجات ضرائب وجمارك من غير وعي ان دي هتاثر في سعر المنتج النهائي. هتقول لي زي ايه؟ اقول لك مثلا نص العربيه البيك اب، مش انت بتنقلي المنتجات بتاعتك بعربيه بيك اب، تدفعي جمرك هنا وبره، هو ما بيدفعوش جمرك على العربيات مثلا. فانت لما تيجي تحسبي تكلفتك هتلاقيها كده. واخد بالك؟ ده غير ان احنا صناعه القطن ما بقتش. طيب دايما كان مخاوف المستثمرين من اسواق افريقيا هي ارتفاع المخاطر السياسيه. اعتقد بعد المخاطر السياسيه اللي بقت موجوده في باقي اسواق الشرق الاوسط بعيدا عن افريقيا، حضرتك شايف ان ممكن ده يشجع المستثمرين انها تروح، بقت المنطقه الاهدى دلوقتي؟ بس هحكي لك حاجه عشان تعرفي كلمه المخاطر السياسيه دي.
لما بتيجي تعملي انت بزنس كيس يعني وبزنس بلان، وتقولي مثلا انا مصري ورايح الجزائر اخد رخصه موبايل مثلا، فبتيجي في الدراسه بتاعتك في حاجه اسمها الواك، اللي هو الانترست ريت اللي داخل في مكونه جزء على المخاطر السياسيه. فانا اخدت الرخصه في الجزائر عشان الواك بتاعي انا كان 12، والواك بتاع فرانس تيليكوم اللي كانوا قدامي في الجزائر كان 19، فهم وصلوا 400 مليون دولار وانا حطيت 700 مليون دولار، مجرد من فرق الانترست ده على الرخصه ال 25 سنه. طب انت ازاي بتحط 12 وهم بيحطوا 9؟ ما انا جاي من مصر. يعني الجزائر مش هتكون اضخم من مصر، فانا واخد المخاطره السياسيه اللي هنا دي، فانا اخرتي 12 زي مصر يعني، واخد بالك؟ فهو المفهوم ده مفهوم مغلوط. انت احسن تاخدي المخاطرات في البلاد دي غلبانه، واي حد بيجي لهم بيشتروا منه بدل سعره كويس، وبعدين هتقولي طب ما افرض ما دفعوش، في حاجه اسمها ليتر اوف كريدت سيرتيفايد بتدفع لك حاجتك اما بتصدر. بس انا شايف ان مصر لازم مصر عندها مشكلتين في التصدير لافريقيا: الشحن، يعني برضه معتمدين على شركه واحده بس اللي هي مصر الطيران، والراجل بيقول لك هو ده الاوفر، عاجبك ما تشحنش. يا عم انا جايب لك اوفر من ادي اير فرانس وادي اثيوبيان ايرلاينز، تبغير شويه فهي عندنا مشكله شحن جوي وبحري. دي اللي لازم نتدخل فيها، ان احنا نحل المشكل ده عشان الصادرات بتاعتنا تبقى منافسه. طيب بالنسبة لتجربة حضرتك في السوق العراقي، شايف ان انت ممكن تكررها تاني في اسواق من اسواق المنطقة، ولا الوضع لسه مش واضح؟ لا انا معروف عني ان يعني قلبك جامد. ايوه انا بروح الحتت دي ليه؟ ما برضه عشان هي زي ما شرحت المنافسه قليله قوي، وبيبقى عندهم يعني لو رحت العراق ما فيش حاجه، كله بيستوردوا حاجات من بره برضه من اوروبا وكده باسعار غاليه جدا، وما فيش حتى الديفلوبرز الموجودين. الديفلوبرز بتوع اللي هو هيت اند ران، يعني يعمل كده 1000 وحده بسرعه وبيعهم وخد مكسب وخلاص، يعني ما فيش حد بيعمل تنميه شامله، ما فيش حد بيعمل، لا بيبقى فكل حاجه هناك مفتوحه. خدمات، استثمار في الخدمات هناك مفتوح. احنا لما رحنا العراق في المشروع بتاعنا بتاع المدينه اللي هي خارج بغداد دي، جم ورانا 7 8 شركات اللي في مصر كلهم ورانا جم. فاحنا عايزين كده، انا بفرح، مش في الناس بتفتكر انت بتتضايق، بالعكس انا بعتبر ان انا فتحت الباب يعني، ويا ريت كل ما هو ده كله راجع لمصر في الاخر، مش كل ده هيرجع لمصر. في قطاعات تانية حضرتك ممكن تستثمر فيها في العراق، وايه الاسواق التانية اللي ممكن حضرتك تستثمر فيها الفترة الجاية؟ لا العراق كل اللي ممكن تفكري فيه مش موجود. اللوكندات ما فيش لوكندات، عندهم نقص شديد في الفنادق، نقص شديد في الطرق، نقص حاد في الكهرباء، ازاي نقص في الميه، وهي دوله مش فقيره. فبالتالي انا بشجع اي حد عايز يروح العراق وعايز مساعده ولا اي حد يبعت لي بس على الايميل وكده، وانا نسهله كل حاجه هناك يعني. واحنا ناويين نشتغل شركات مصر كتير جدا لما نروح يعني المشروع بتاعنا باذن الله. هنقل لحاجه بقى حضرتك بتحبها، فرص الاستثمار في السينما ومنصات عرض المحتوى، شكل يعني وضعها فين على خطه نجيب ساويرس؟ السينما زي القنوات التلفزيونيه زي الصحافه عايزه حريه، من غير حريه مفيش فن. لما يبقى عندنا حريه بالمنطق بتاعنا مش بالمنطق بتاع مدينه الانتاج يبقى ممكن نتكلم يعني، لكن مفيش حريه. والرقيب اللي بيجي يمنع الفيلم ده، يعني واحد زي منع فيلم اسمه الملحد، انت زعلان ليه؟ هو مفيش ناس ملحدين يعني؟ انا عندي واحد صاحبي ملحد يعني، في ناس ملحدين، انت زعلان ليه من التايتل يعني ولغيت فيلم بحاله اتعمل؟ بالعكس احنا نناقش كل حاجه. انا ما بلاقي واحد ملحد بقعد اقنعه، انا ياما اقنعت واحد ملحد انه يبقى مؤمن يعني، مش اخده وعطى الكلام. فانت منعتي فيلم زي ده يعني، فاهم؟ انا ما بحبش القيود يعني، والفن ما يحبش القيود. فانت بدل ما انت عامله قيود كده، ما اعرفش انتوا، انا لو سالتكم كلكم هنا في القاعه دي كم واحد بيتفرج على التلفزيونات المحطات المصريه الساتلايت، كم واحد يرفع ايده اللي بيتفرج؟ ولا واحد رفع ايده في القاعه دي، ولا انا عارف ايدي. انا بتفرج على
سكاي نيوز، بي بي سي، عشان اعرف بس يعني الحاجه اللي هي مش متراقبه، مش طالعه كده، هو لازم انا اسمعها وافهمها واصدقها قال. طب وبالنسبة للمنصات الجديدة اللي بعيدا عن القنوات التلفزيونية زي شفنا واتش، تشاهد، نتفليكس، حاجات كتير، حضرتك شايف لا، ان ما دي دي ممكن؟ منصات ناجحه كلها وشغاله كويس وكده يعني، بس بتشتغل على كونتنت برضه محدود، بتشتغل على برودكتس طالعه بموافقات، واخد بالك يعني. صناعه السينما دي من غير حريه ما تمشيش يعني، واخد بالك، لان هي دي اساسها. ده كل السينما عن الجدل، جدل فقهي، جدل ديني، جدل سياسي، جدل انساني. ازاي انت بقى عايز تقعد تقول لا لا المواضيع دي لا، وده لا، وده لا، وده لا يعني. احنا وصلنا خلاص للمحطة الأخيرة الحمد لله. المحطة الأخيرة، فهي رسائل يعني سريعة حضرتك هتقولها لنا. أنا بالنسبة لي سؤالي مرتبط بالحكومة والمجموعة الاقتصادية، اديتهم توصيات كتير، بس الرسالة الرئيسية اللي حضرتك تحب توجهها من مؤتمرنا. لا، اول حاجه عايز اقول ان انا فرحان جدا بالتغييرات اللي حصلت اخر مره دي. يعني حسيت بشويه يعني حد فتح الشباك كده ودخل هواء منعش شويه. فوزراء خاصه في المجموعه الاقتصاديه حسيت بان في تغيير وفي فهم كويس جدا للمطلوب وكده. فحاسس بتفاؤل، وحاسس حتى ان السيد رئيس الوزراء ابتدى يعني يحس ان هو الان دي الفتره الثانيه بتاعته، ابتدى يحس بثقه اكتر وبيدفع المجموعه دي انها تعمل اكتر واكتر واكتر. فانا متفائل يعني. تمام جدا. انا عايزة اعرف بقى رسائل حضرتك او توصياتك او نصايحك لمجتمع الاعمال وللمستثمر الاجنبي اللي بيستثمر في مصر دلوقتي او بيفكر انه يستثمر في مصر. اولا نصيحي ان ما زالت الفرص في مصر كويسه جدا. ما انصحش اي حد، يعني انصح اي حد انه يبتدي يستثمر في مصر دلوقتي. بس بقول له اذا كان انت لسه على البر وما عملتش اي حاجه، ركز على الصناعات اللي المدخول بتاعها دولاري. يعني كده انت مش هتاخد المخاطره بتاعت ال 30% انترست وال 30% انفليشن. فاي صناعه في مصر هنا صناعه سياحه، يعني لما هبني فندق ما هو بيجي يدفع الفاتوره بالدولار. شركه سياحه بتحاسب بالدولار. بصدر زهور ولا منتجات زراعيه بيدفع بالدولار، وانا تكلفتي كلها بالمصري. فانا مامن نفسي. فنصيحتي الاولى يعني مصر كويسه قوي، اللي عايز يستثمر يستثمر فيها. لو هو لسه على البر ينقي الحاجه اللي هي المدخولات بتاعتها بالدولار. طيب قطاع الشركات الناشئة بالتأكيد ممكن تكون الضغوط عليه أكبر كتير الفترة ديت. توصيات حضرتك للقطاع دوت سبيشال ان انت بتعمل له يعني تواجد بشكل مباشر في مؤتمرات ورسائل خاصة، بتوصيهم بإيه في الفترة دي؟ لا، الاول لازم اقول لك ان مصر عندها سوفت باور. الشباب اللي اتعلم بره، يعني شباب مصر كده من اللي اتعلموا بره ورجعوا مصر، زي ابني مثلا، بيبقوا جايين مسلحين بتعليم كويس قوي، اب تو ديت على كل التغيرات اللي حصلت في التكنولوجيز وكل حاجه. سابقين الجيل بتاعنا ده بمراحل. فما بيجي يستعمل البرين باور بتاعته هنا في مصر، بيعمل يعني عائد او فاليو عاليه جدا. فانا بقول لهم كلهم يعني. وبعدين بقى عندنا انجل انفسترز، بقى عندنا فينشر كابيتال، بقى عندنا شركات كتيره جدا ممكن تديهم اللي هو السيد ماني اللي محتاجينه عشان يبتدوا. فبشجعهم كلهم، ده احسن من الوظيفه العامه واحسن ما تتوظف وكده. بس ما تروحش تجرب فكره، تطلع لي بفكره وتفكر انها فكره نميسه، تطلع انها متكرره 20 مره، لان كلهم عايزين يبقوا زوكربيرج وشاف 19 مليار وبتاع. من الاول كده، الاول اعمل تشيك ان ما يكونش انت بتعمل حاجه. بس هي واعده جدا. واحنا كان عندنا تجربه انا والدكتور خالد. كان عندنا شركه عملناها هنا في مصر بتعمل ديزاين للشيبس في القريه الذكيه. حطينا كل واحد فينا مش عارف 200,000 دولار ولا 100,000 دولار. بعناها بعد 4 سنين ب 2.5 مليون دولار لانتل. فكره ان انتل اشترت شركه في مصر بتعمل تشيب ديزاين، ما دي في حد ذاتها وسام على صدر مصر يعني. فبشجعهم انهم يجوا هنا، وبشجعهم حتى اللي قاعدين بره بشجعهم يجوا بلدهم، لانه هيبقوا متميزين يعني. مهندس نجيب، انا هسأل حضرتك السؤال اللي بحب اختم بيه حوارنا السنوي كل استحلف مرة. انك تختمي بيه. والله هختم بيه. وقبل ما اختم بيه انا عايزه اشكرك انك مداوم على الحضور معانا في المؤتمر،
ومهما كانت مشاغلك، ودي حاجة كبيرة جدا ومقدرة جدا بالنسبة لنا، وربنا يخليك لينا. سؤالي ايه توصياتك اللي بتقولها لحابي، بما اننا مشروع ناشئ من اللي كانت لسه ياسمين بتتكلم عنهم، وحضرتك كنت شاهد على الرحلة من بدايتها، فشايف مشينا ازاي؟ لا، شايف ان انتوا مشيتوا مشيان هايل جدا، وخدتوا خطوه جريئه قوي من الاول، ان كنتوا سبتوا مكان مستقر وعملتوا الجريده بتاعتكم. اصبحت الجريده زي ما انت شايف الناس مقتنعه بيها، لانها ما بتجاملش وبتنشر الحاجه الصح، ودايما صباحه في الاخبار وكده. ف يعني انا بما ان انا ارتبطت بيكم من الاول يعني، فعشان كده لكن مش شايف ان انتم محتاجين اي نصايح. خلاص. ربنا يخليك. شكرا جدا. شكرا. شكرا.